خرجها بس ما تتنصيحش بقى وتقول ايه اروح مول مصر وابعد عن مول مصر. فابعد يا ابني، دول مش بتوع فرجه هتقول اتمشى واتفرج دول والله ما بتاع فرجه. دي بتشوف محل لاي حاجه لبس فاهم اكل بتتعب نفسيا تقول لك ايه ده، يا المحل ده حلو قوي انا عايز اشتري. عندهم مرض نفسي اسمع مني اقسم بالله. بلاش. اولا انت عشان تقضي يوم في مول مصر لازم تبيع كليتك، يا تبيع كليتك يا تبيع اي حاجه من اعضائك، ملهاش حل تاني. انا جايب لك الاسعار. اقل حاجه هتخش سينما مثلا، اتفرج يا عم، عندك اول حاجه سينما جولد بيقول لك دي ب 125 جنيه وب 150 جنيه. ليه؟ ان انا همثل جواها، يعني انا همثل في الفيلم فيه ايه يا جماعه. وبعدين يقول لك ليه بقى غاليه؟ التفسير المنطقي يقول لك عشان في مطعم داخل السينما، تطلب اكل وانت قاعد بتتفرج على السينما يا ما احلاه. وناس ناس كده ايه مدعيه بتاكلش. انت حلها حاجه واحده، كيسه سمراء تجيبها اقسم بالله تروح تعبي مشويات وكل اللي انت عايزه ب 40 50 جنيه انت فاهم. وصاحبتك تروح حاطط الكيس جوه كده، معلش يا جماعه انا حامل بس انا لما بجوع بحمل يا جماعه انا اسفه جدا بس هتعدي خلاص دخلت جوه. طلع الكيس وكل براحتك يا معلم. تاني حاجه قال لك سينما 4 دي اكس ب 120 و 145 جنيه. ليه بقى؟ ليه؟ لان دي بيقول لك الفيلم لو فيه مطر وتراب تمام، ففي اجهزه في السينما بترش عليك مطر وتراب. يعني انت اصلا رايح السينما دافع 150 جنيه عشان يتقل قيمتك، عشان تتوسخ. مفيش اكتر من كده في اي شارع يا ابني نط فيه اتشقلب شقلب وسخت هدومك روح كده انت مروح متوسخ مبسوط. يعني سهله جدا وموفره. في سينما ماكس دي بيقول لك اكبر شاشه في الشرق الاوسط دي بكام؟ ب 90 و100 جنيه. مش هتخشها طبعا لان هي رخيصه. يعني انت اصحابك هيخشوا ب 150 وانت تخش ب 100 جنيه. يعني تنصيفات تاكل وشك بلاش. هتلاقي صاحبتك جايه بقى ايه المحن راكبها وتقول لك حبيبي انا عايزه اروح الجليد، عايزه اروح الجليد يا حبيبي. جليد ايه يا بنتي؟ ده انت ابوكي في الصيف في عز الحر ما جابلكوش تكييف، كان بياخد وشك يحطه في الديب فريزر عشان ما يوفر. جليد ايه؟ تعال نشوف يا عم حوار الجليد. بيقول لك ترنج تقيل ب 300 جنيه، جوانتي ب 330. ده جوانتي ايه اللي ب 330 جنيه؟ ده جوانتي عصام الحضري. ده ايه ده؟ يقول لك مفتاح خزنه عشان تحط فيها الامانات بتاعتك 480 جنيه. انت فاهم؟ ده انت اماناتك انت يعني الحاجات اللي هتحطها جوه الخزنه دي ب 20 جنيه يا ابني. لا في لعبه رخيصه جدا يا جماعه تقريبا بتاع المول حس على دمه يعني او حاجه. بيقول لك ايه بقى؟ دي لعبه الجاذبيه، دي ب 20 جنيه. دي اوضه بتخشها فبتبقى معدومه فيها الجاذبيه بتطير في الهواء. بس حاطط لك شرط بقى، قال لك لازم وزنك يبقى 75 كيلو بس. يعني هو يلا نعجزه بقى هنعمل له لعبه رخيصه بس هو عشان يعملها لازم يتفشخ في حياته بقى، يقعد 5 سنين يعمل ريجيم يعني. وقال لك ايه بقى؟ قال لك ملحوظه عشان ما يبقاش نصب عليك. قال لك ان البطاريق لسه ما جاتش فاهم. ده مع يعني واقفه في العباسيه هي يعني ممسوكه في كمين معهاش بطايق البطاريق فاهم. قال لك لقاء البطاريق 150 جنيه. ده حاجه زي لقاء الجبابره فاهم. لقاء البطاريق ده حاجه زي لقاء يعني ده يبقى على الهوا فاهم، هيتذاع على ام بي سي مصر غالبا يعني. قال لك لقاء البطاريق الحصري ب 500 جنيه. ده تقريبا هتقعد مع بطريق فاهم يعني ذو منصب مهم في دولتهم هناك في القطب الشمالي. قال لك البطريق المميز ب 850. ده بطريق اللي مميز ده بيعمل ايه البطريق المميز ده؟ يعني بيغني هاني شاكر؟ يعني بيغني لهاني شاكر البطريق المميز ده ولا بيعمل ايه؟ بص انا اقول حاجه واحده اقفل بيها الفيديو. صدقيني مش لازم نروح مول مصر عشان نتبسط، ممكن نتبسط على الكورنيش ببلاش.